طبعا أول مرة أجرب جيمر العرب بالسياح، أول مرة بحياتي، وراح أكل وياه شوية مربى مشمش. خليني أشوفه وأذوق طعمه وأقول لكم رأيي بيه. والله أول مرة أجربه، يعني بالسياح الجيمر العرب ما مجربه. فخليني نشوف. نصب شوي شاي، نصب شاي. هذا هو جيمر العرب، هذا جيمر العرب براسي أصلي بدون حليب ناشف. نفتح المربى، نقول بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا نذوق طعمه أول مرة بدون مربى حتى نتأكد إنه طعمه طيب ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. والله أول مرة أجربه طبعا بالسياح، ما مجربه بصراحة. للي ما يعرف طبعا السياح هو أنا سويت فيديوهات عن السياح وشلون نسوي السياح، اللي هو خبز التمن. خبز التمن اللي هو نسميه احنا الطحين مالت التمن، وطرق له. اللي يريد يتابع الفيديوهات السابقة راح يعرف شلون سويناه، يعني بالطرق اللي يعني نشرتها بالفيديو سابقا. خليني اذوق طعمه واقول لكم شنو رايي بيه. طبعا السياح بقى حار. يا رب، كلش طيب صراحة، يفوز. ما كنت اتوقع ايش طيب، صح كلش طيب. هذا اليوم العرب ناشف أو طيب كلش. وهذا السياح، هذا سياح جديد. شلون سويته؟ انا هذا طبعا انا الفجر ذات ريق قبل لا اطلع للدوام، بس حبيت اقول لكم رايي بهذا يعني طعم السياح بالجمل العرب الاصل. بس خلينا نذوقه وين المشمش، مربى المشمش. خلينا نذوقه ونشوف طعمه. بصراحة طيب، يعني ماسخ. سياح ماسخ طبعا، انا ما اسوي مع الاثنين، تعرفون ما اكل الملح. ماسخ، وهذا حليب مكثف تقريبا يعني. خلينا نخليه اليوم العرب، نخلي المربى مال المشمش. انا طبعا المربى كلها احبها، بس اكثر شيء المشمش احبها. المشمش احبها كلش. هنذوق طعمها ونقول لكم رايي، يعني بصراحة طبعا. بالبداية ما تحس بطعمه، بس لما تنضفها شوية تحس نكهة الحليب، الحلاء، المصافة مالت طعم الحليب بالسياح. بصراحة جدا طيب، طيب طيب كلش. بصراحة اثنينهم طيبات، يعني بدون مربى او بمربى هو طيب بصراحة. طبعا هذا باختصار مشاركتي لكم بفيديو تجربة جيم العرب بالسياح. اشتركوا بالقناة وتابعوها، وتابعوا قناة فلوقات محمد. شكرا، مع السلامة.